ركيز الحروف خلاقت في دشورة، ركيز الحروف خلاقت في دشورة، سر رزين معروف، شحال من هي حكمة وحكمة، قارحة مهجورة، زمان مرقون من نيروف. أولا شكرا لكم أستاذ بالحق مفراني على هذه الاستضافة. سعيدة بتواجدي معكم في هذه الوثيقة. يعني الخجل هو يعني كان عندي يعني منذ الطفولة تقريبا. واحد المدة كان عندي خجل يعني مبالغ فيه، لكن الشعر زجل يعني ساهم بشكل كبير أنني نتغلب عليه. كبرت يعني وسط عائلة، يعني الوالدة والوالد، أختي وكذلك الأخ. يعني كانت طفولة يعني جميلة رائعة. يعني كبرت يعني في الدوار، يعني كنت قريت الابتدائي تم الدوار، من بعد انتقلت للجعافرة، ثم كان يعني الداخلية، قريت الإعدادي والثانوي. وعاوتاني في الطفولة كنت خجولة، ولكن كانت في واحد الميزة يعني ربما أعتبرها ميزة. يعني كنت دقيقة الملاحظة، وكنت كثيرة الأسئلة. يعني كنت كنبحث على شي أسئلة أحيانا ما كيطيحوش على شي حد على البال، غير هادوك الأغاني اللي تيغنيو مثلا الناس ديال الدوار كيتجمعوا في شي مناسبة. مثلا غير التواصل، الهضره ديالنا كيفاش كنتواصلوا يعني يعني الهضره اليوميه في الكلام اليومي. كنبقى نقول يعني من جات يعني علاش كنهضروا بهذه الطريقه، يعني من جات هذه الكلمه، شنو الاصل ديالها. يعني مثلا هاد الاغنيه على هاد الكلمات، علاش، شنو الاسباب اللي كتبت هاد الاغنيه، علاش كتبوها وعلاش كتبوها في هاد الوقيته. يعني واحد الوقت وليت باغي نبحث في التاريخ يعني ديال المنطقة، الكلمات، العادات، التقاليد. واحيانا كنت يعني متمردة على بعض العادات. مثلا في الدوار عندنا ممنوع واحد الوقيته، هذه بغيت نهضر عليها بجد. يعني كانت عندهم البنت انها عيب انها تمشي تقرا في الاعدادي، عيب شديد، كأنها يعني كترتكب واحد العار. يعني مثلا فاش مشيت انا تنقرا، يعني من حسن الحظ ديالي يعني كانت الوالد والوالده يعني عندهم وعي يعني باهميه القراءه، يعني القرايه. صافي هذا الشيء يعني ان فاش كانت نمشي انني الاعدادي، وحصلت يعني على منحه بحكم يعني جيت في المراتب الاولى في الداخليه. يعني كنت كنبان لهم يعني واحد احيانا انني كنرتكب شي عار، شي حاجه ماشي اللي. صافي من بعد دازت تقريبا شي عام، ولا الترونسبور تيدخل الدوار. كان واحد الواد تما في البلاد، ولا كانت الشتا، كان كيمشي معايا الوالد سميتو باش نمشي على الترونسبور. دازت تقريبا شي عام وشي شهور معدوده، عاد دخلت الترونسبور حتى الثامنه اعدادي، عاد دخلت ترونسبور الدوار. كان ديك الساعه باش انني نمشي، غير انا بالحسن الحظ ديالي كنت في الداخليه، كنمشي غير نهار الاثنين وكنجي نهار السبت فقط. وكان كيمشي معايا الوالد يعني تما باش يديني عن ترونسبور، يعني خصك تفيق يعني فجرا، ولا كانت الشتا خاص داك الواد تقطعو باش انك تمشي عن الترونسبور. يعني كانت يعني ولكن كانت طفوله رائعه جدا. ديوان المجدوب، يعني المراحل الاولى انني فين اكتشفته مع الوالد. كيف حكيت لك استاذ سابقا ان الوالد كان كي بحكم الخدمه ديالو كانوا تيخدموا معاه، يعني طلبه في اوقات الفراغ ديالهم كانوا تيخدموا معاه. وكانوا عندهم كان عندهم داك الديوان ديال المجدوب. هذاك الديوان ديال المجدوب كانوا تيجيو تيقراو وتيبداو يشرحوا لبعضياتهم، تيبداو يقلبوا يعني المعاني، يعني هذوك المعاني ديال دوك الرباعيات اللي كاينين ديال ديوان المجدوب. صافي من بعد يعني الوالد بحال بدا تيحفظ داك الشيء اللي تيقراو تما دوك الطلبه، وتيبداو يشرحوا لي اشنو قال. بحكم انني بديت كنكتب، الوالد تيقول لي هادشي اللي تكتبي راك غدا يعني في الطريق، يعني قريب من داكشي ديال اللي كيكتب سيدي عبد الرحمن المجدوب، كيكتب يعني حكم وكذا. قبل ما نجي للدار حضرت يعني المهرجان الشعر المغربي. مهرجان الشعر المغربي ديال دار الشعر في كلية اللغة العربية. من بعد حضرت عاوتاني كانت أمسية في الختام في عرس مولاي عبد السلام،
تما تلاقيت ببدر كنت كنعرفو يعني في مواقع التواصل فقط. صافي تبادلنا التحية، من بعد دازت مدة كنت مشاركة في واحد مسابقة يعني عبر فيسبوك. كانت واحد المسابقة وصلت ليه سميتو الإعلان باش كانت محتاجة تصويت في ديك المسابقة. فقط ويقول لي يا دينا الا بغيتي تجي لدار الشعر راه كيكونوا ورشات كل سبت يتستافديو هذا وهذا. قلت له نجي. صافي من تما جيت اتذكر جيت نهار السبت لقيت استاذ عبد الحق وانا شعر بالخجل. شنو غيقول لي دابا انا دابا شنو غنقول ليه كيفاش غنقول ليه بنحضر الورشه شنو غنقول ليه كنتسنى بدر يبان لي حتى وليت نعرف تما فقط. صافي دخلت جبطال عطاني يعني الوثيقه باش انني نتسجل نعمر استماره. صافي من تما وصلت يعني الحضور ديالي مع دار الشعر وعجبني يعني البرامج ديالها اللي تتقدم من ورشات من منتديات وامسيات. دار الشعر يعني كانت محطه مهمه يعني في المسيره ديالي، خصوصا ان كنت كنحضر الورشات يعني استفدت بزاف الاشياء يعني مع استاذ عبد اللطيف السخيري مع استاذ ابو خالد يعني في الالقاء في الصوت يعني اشياء يعني كثيره يعني خلال يعني مشاركات يعني في امسيات في دار الشعر وفي معرض الكتاب. ويعني كان تشجيع يعني قوي بانني نشارك يعني لولا دار الشعر ما كنتش غادي نقدر انني نشارك في المسابقه اللي كتلقى يعني وزاره الثقافه يعني بالتشجيع ديالكم يعني بالتوجيهات ديالكم. وشكرا هذا فقط. الواد ديالي ما عنده قواد، الواد ديالي ما عنده قواد والبايضة سيري معاه.